مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين. عودة أقوى دوري في الكوكب، الإيجيبشن ليج. الدوري المصري دوري كامل الكنب، مفيش كنبة في البيت، مفيش كرسي في الكافيه فاضي. الأهلي في حفلة أسيستات على حساب المصري البورسعيدي يكتفي برباعية نظيفة ويقصي المصري في أول لقاء ويوجه إنذار للجميع. الأهلي بيصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارة بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. النهاردة الأهلي بيظهر بثوبه القوي، بثوبه الجديد. الحقيقة إن المباراة ما كانتش مباراة سهلة. دايما مباراة الأهلي والمصري بتبقى مباراة معقدة وليها حسابات كتير، مش بس كورة وتكتيك وجماهير وترقب وحاجات كتير قوي. الحقيقة ان كولر فاجئنا بالتشكيل بوجود احمد نبيل كوكا، والبداية ببيرسي تاو وموديست والمتألق رضا سليم وامام عاشور وديانج، وبقى التشكيلة زي ما احنا عارفينها كما هي. بداية المباراة كانت شد وجذب بين الطرفين، الاهلي بيحاول يضغط عالي والمصري بيحاول يعطل اطراف الاهلي خوفا من الدبابة الفرنسية موديست. ونجح فعلا المصري شويه لحد يمكن الدقيقه حاجه و30 في انه يعطل اجنابي الاهلي، فما كانش فيه الاوفرات اللي كنا بنتكلم عليها. رضا سليم هيرفع وموديست هيحط، او محمد هاني هيرفع، او بيرسي تاو وموديست هيحط. القصه ما مشيتش كده، فاضطر الاهلي يلعب لعبه اللي متعارف عليه، اللعب خلف المدافعين وعلى الاطراف والتكمله من العمق عن طريق ديانج اللي قام بالدور ده بديلا لحمدي فتحي. وبمناسبة ذكر حمدي فتحي، فخط وسط الأهلي فقد قوة كبيرة جدا برحيل حمدي فتحي، وأنا كنت قلت الكلام ده الموسم الماضي. حتى في وجود إمام عاشور، حتى في وجود ديانج ومروان، لكن حمدي كان ليه نكهة كده في الملعب لوحده. إلا إن إمام عاشور رد علينا سريعا وأثبت إنه صفقة قوية ومهمة للنادي الأهلي. الأهلي بيتقدم بهدف ولا أروع من أسيست ولا أجمل من إمام عاشور للمغربي الجديد، الفتى الذهبي الجديد رضا سليم. بيفك الاشتباك مع النادي المصري. الحقيقة المصري ما كانش ليه شكل هجومي، يعني من المباريات القليلة أوي اللي بيلعبها علي ماهر ملوش شكل هجومي في الملعب، وعلامات استفهام كتير عند علي ماهر، منها إن أنت مقعد فخر الدين بن يوسف بره، ده راجل ما يقعدش تمام، إلا لو كان مش جاهز بقى إصابة أو حاجة. لكن المصري ما كانش ليه شكل خالص تقريبا في الشوط الاولاني. كان واضح ان في اندفاع واحتكاكات كبيره ما بين لاعبي المصري والاهلي، نتج عنها طرد باهر المحمدي، مما ادى برضه فرصه للعيبه الاهلي انها يبقى عندها مساحات بيحبها قوي كولر ولعيبه الاهلي. الشوط الاول في مجمله بينتهي 1-0. الشوط الثاني بعد طرد باهر المحمدي الاهلي اعلن السيرك، اسيستات ولا احلى. اسيست من امام عاشور بالمقاس لبيرسي تاو، وميسي تاو يسجل هدف ولا احلى. يليه اسيست تاني لبيرسي تاو علشان يسجل هدف الثالث ولا احلى. ثم احمد عبد القادر بيفاجئنا باسيست اجمل للعائد وابو قوه وحمد لله على سلامه كريم فؤاد، بيسجل الجول الرابع للنادي الاهلي علشان يقتل المباراه حرفيا. المباراه ما فيهاش كتير نتكلم فيه تكتيك، لان المباراه في الشوط الثاني تحديدا كان وات سايد جيم. خلاص المصري بعد طرد باهر ما بقاش عنده حاجه، بقت كور عاليه، كور في وسط الملعب، سيطر الاهلي تماما في وسط الملعب. وهنا تحيه كبيره جدا لاحمد نبيل كوكا، لعيب محترم قوي ولاعيب صاعد. ولكن كولر كعادته دائما بيحب يغير التاخيرات متاخره شويه. في الدقيقه 80 فاجئنا بالخمس تغييرات مره واحده،
وسيطر او دفع بدماء جديده نتج عنها الهدف الرابع. الناس بتقول لي موديست ما ظهرش، طبيعي. الراجل اول مباراه يلعبها في اجواء مختلفه تماما مع لعيبه بثقافه وبسكيلز مختلفه تماما عن الاجواء اللي هو جاي منها في اوروبا، وبالتالي ما ظهرش. موديست واضح عليه انه مش لعيب جراي، يعني مش بياخد الكره، مش سبرينتر، مش بيخرج يشاغب بره الصندوق، هو كل مهمته وخطورته جوه ال 18. الاهلي ما نجحش انه يوصل له في الحقيقه عرضيات متقنه يقدر الراجل يشوفها، وواضح ان هو برده مش فت 100%. هيجي، ولكن كقوه جسمانيه كتواجد جوه ال 18 عنده ده، كاستلام كره تحت ضغط في الكام كره اللي جوله تمام، ولكن صعب جدا تحكم عليه سواء بالايجاب او بالسلب في اول مباراه يلعبها. خروجه كان طبيعي، نزول طاهر ما كانش طبيعي، انك انت لعبت بطاهر راس حربه وانت قاعد بره معاك محمد زعلوك والمباراه متسهله، كنت ممكن تلاعب زعلوك شويه وتدخله. ولكن في النهايه انا بثق في كولر وعارف امكانياته، والراجل ادار المباراه ونجح في حظ اول 3 نقاط في الدوري وتوجيه رساله للجميع. الجميع ده اللي هو مين؟ مش الخصوم بس، للعيبه كمان، بدايه من المشاركه او البدايه الاساسيه لاحمد نبيل كوكا على حساب مروان اللي ما كانش في احسن حالاته في مباراه اتحاد العاصمه اللي فاتت. وبالتالي الراجل بيقول اللي جاهز هيلعب واللي مستواه حلو هيلعب. دي احلى حاجه في كولر، التدوير اللي بيعمله ودراسته للعيبه ومعرفته امتى احط اللعيب في الملعب وامتى اطلعه. طبعا حاجه تقدر وتحترم. مباراه مهمه الاهلي على جميع المستويات، بتاخد 3 نقط وبتريح نفسك في اول مباراه في الدوري. بيبقى عندك واحد خد هداف الدوري في اول مباراه او دخل في الهدافين في اول مباراه اللي هو بيرسي تاو. اطمنت على رضا سليم وانطلاقات رضا سليم شمال ويمين ومراوغاته، ولكن رضا سليم هيستوي لسه بدري. كذلك امام عاشور، امام تحرر في الشوط الثاني وابدع. تبقى المشكله الصغيره عند اليو ديانج في حاجتين: تاخر في اتخاذ القرار بالتمرير غالبا عند ديانج، في مشكله خصوصا في ال 15 20 متر الاخرى في الملعب، وعدم التصويب مشكله عند ديانج لازم تتحل، لان كتير جدا كنا ممكن نسجل لو ديانج بيستقبل الكره اللي راجعه او بيروح بالكره اللي بيمتاز بيها بسرعته والاختراقات ويسدد فيعمل لك على الاقل خطوره. ولكن ديانج عنده الحته دي، واعتقد كولر هيشتغل معاه على الحته دي. المباراه علقه كرويه جميله، ينقصها بس الجماهير. تخيل استاد برج العرب ده لو متقفل بالجماهير وبقى كامل العدد بدل ما هو كامل الكنب. في مباراه زي دي بتجمع نادي الاهلي ونادي المصري وهم الانديه العريقه في الدوري المصري وفي تاريخ الكره في مصر بجماهيرهم، كانت تبقى عامله ازاي؟ كانت تبقى خير بدايه للموسم الجديد. ولكن زي ما احنا شفنا يمكن 1000 مشجع من عند الاهلي ما كملوش 200 من عند المصري. كانت محتاجه جماهير، كنت هتحس بالمتعه الاكبر. ده اللي احنا مفتقدينه في الدوري المصري. اتمنى القصه دي تتحل بقى، اتمنى. كفايه. احلى ما في المباراه الاسيستات، دي احلى حاجه في المباراه، وطبعا الاهداف. ولكن الملخص الاهلي صالح جماهيره. وانا قلت يوم مباراه اتحاد العاصمه خيرا انها جاءت في البدايه في بطوله لا تؤثر. لو كسبتها طبعا هي بطوله، لو خسرتها ما تاثرش عليك، يعني مش هتمنعك من ان انت مثلا تروح كاس عالم للانديه او انك تلعب دوري ابطال افريقيا خالص. هي لقب انت فقدته وانت ما زلت صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله كالعاده. ترتيب الاوراق جه سريع جدا، وبالتالي شفنا اللي حصل النهارده، وشفنا الاهلي بيلعب كوره حلوه حلوه، كوره على الارض، تحركات. كان في دقايق فيها كور طويله بلا معنى وبلا داعي، ولكن سرعان ما الاهلي لعب كورته اللي احنا حافظينها من الموسم اللي فات. مكاسب اللقاء ده كتير، اهمها في وجهه نظري الهدف اللي جابه رضا سليم
اسيستات امام عاشور بيدخلهم جوه الفرقه وجوه الكيمستري بتاعت الفرقه. وكمان عوده كريم فؤاد، احساس يا جماعه اللعيب بعد عوده سنه من الاصابه بالرباط الصليبي وهو لعنه كل لعيبه الكوره، وانه يسجل جول في اول مباراه بيرجع فيها، دفعه معنويه. ونقول له الحمد لله على السلامه يا كريم، وبالتوفيق ان شاء الله. يا رب نشوف موسم فيه كوره حلوه ومتعه حلوه، بعيدا عن السخونيه وبعيدا عن التحفيل وبعيدا عن الجماهير والاشتباكات اللي احنا عارفينها. عايزين نتفرج على كوره حلوه، عايزين نشوف الدوري المصري في مكان احسن. بقول لكل اصدقاء الاهلاويه ما تستعجلش على مودست، استنى ما تحكمش، لان خد بالك مكان العرضيات اللي عند الاهلي ما زال في التليين. فالراجل ده لقمه عيشه واكل عيشه على العرضيات اللي جت 18، وكلنا شفنا الفيديوز بتاعته اللي موجوده. ولكن عندي احساس انه هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. مره تانية الف مبروك لاصدقاء الاهلاويه النهارده، وهارد لك للمصري البورسعيدي واصدقائي البورسعيديه، وان شاء الله نلتقي على خير. كنت سعيد ان انا كنت معاكم، دمتم سالمين، تصبحوا على خير.